ايلون ماسك راعي تسلا وتويتر الحين والامور. قبل كم من يوم طرش ايميل حق موظفينه، جميع موظفينه. الايميل فيه 6 نقاط فقط. يصدمني تفكير انا هالشخص والله العظيم. شنو هم ال6 نقاط؟ النقطة الأولى الله يطول لي بعمركم شنو هي؟ avoid large meetings. تجنبوا الاجتماعات الطويلة اللي هذرة وفضاوة على ماميش، تجنبوها. النقطة الثانية شنو تقول؟ خلنا نثبت التليفون. النقطة الثانية تقول لك leave the meeting if you are not contributing with it. هد الاجتماع إذا أنت تحس أن مالك دور فيه. قاعد متسمت لازم أحضر الاجتماع، ليش؟ لأني مدير. مالك شغل، قسم ريسك قاعد يسولف ويا قسم اوبريشن عندهم بلوة، أنت ماركتينج ليش قاعد؟ روح جاب شغلك، شوف لك شيء أنت فالح فيه. بلدي القعدة leave the meeting قال لا، إذا مالك دور فيه اطلع. اما على النقطة الثالثة يا ريت هاي تصير. النقطة الثالثة تقول لك forget chain of command, communicate directly with colleagues. شنو؟ انسى هذه التسلسل القيادي، تواصل على طول ويا الموظفين مباشرة. تبي شيء صغير لازم تخاطب المدير، المدير يخاطب المسؤول، المسؤول يخاطب الموظف عشان يقول لك اوكي سووا له. وهي من النهاية شنو تبي؟ برنتر انت. عرفت؟ تجنبه، هذه تركه دايركت، توصلوا ويا بعض. من اللي حلك المشكلة؟ ارفع له التليفون، انا عندي كذي 1 2 3 انت تسوي. مو لا طرش ايميل حق فلان يطرش حق فلان. هذه تركوه، وفروا الوقت. اما النقطة الرابعة شنو تقول لك؟ Dutch frequent meetings. اترك الاجتماعات المكررة. 13 اجتماع عن نفس الموضوع ندخل. لا، ومو بس نفس الموضوع، التسلسل مال الحكي في الاجتماع نفسه. تكرار 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 تكرار، ما يعلم لا، ما له داعي. اجتماع واحد، اجتماعين بالكثير، نطلع من الاجتماع كل من يشتغل بتخصصه عشان نخلص الموضوع، سواء اذا مشكلة انحلت، سواء اذا شيء جديد نشتغل عليه سريع. تكرار 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 نفس الحكي. لان في رابعنا يقول لك احنا قاعدين في اجتماع للساعة 3 الا ربع، 3 بنطلع، خلينا نكمل للساعة 3 نعيد نفس الحكي نروح نتغدى. لا مو كذي. توافقني الراي اخوي؟ توافقيني الراي اختي؟ ما له داعي. اي عاد هاي النقطة اللي انا انتظرتها من صدق. النقطة الخامسة يقول لك شنو؟ بي كلير نوت كليفر. خليك واضح، لا تطلع لي فيه تعطيني مصطلحات يا زعم ان انا ترى انا اللي بضيعكم. مو مسابقة. حافظ لي كم مصطلح مال جامعي هاي تسمعهم، ما لهم شغل. خليك واضح، 1 2 3 4 5 6. اوكي جماعة، اوكي يلا خلينا نمشي، خلصنا خلينا نروح نشتغل. تقعد جاييني ها يا عمي، سكت عليهم سوق مصطلحات ضيعتهم. مو ضيعتهم، انت ثور. والله ما خدمت شيء الا اذيت العالم. الناس ما قاعد تركز وياك لان بس ضيعتهم. هاي بيطلع فيها وتاي وبدله ضيجه وما اعرف شنو. لا ما له شغل. بي كلير، مو مسابقة اذكى واحد من. بي كلير نوت كليفر. خليك واضح. خف على روحك. اما النقطة السادسة والاخيرة على قولتهم ختامها مسك. شو تقول لك؟ يوز كومن سنس. خليك منطقي، استخدم منطق، استخدم مخك. يعني انت بحكم مثلا ان انت مدير، ما يصير من يقولوا لك كلمه قلت لا هاي رولز، هذه بوليسي. الرولز والبوليسي ترى مو قرآن، استغفر الله العظيم. حتى رجال القانون في القانون نفسه في شيء اسمه روح القانون، اللي هم شنو يقعدون يستخدمون المنطق، مخهم يقيسها. بحكم ان انت شاغل وظيفه، بغض النظر عن المنصب مالك لازم تقيس. يعني عايش انت جاي مياود لي هلا بكاز كونت بس تعيد الحكي على خلي يبرمجون الرولز في السيستم، وهو يقول ايوه لا ايش لا جاي انت شم داون نقيسه. في اكسبشن، في استثناءات، في بحكم وظيفتك تقدر انت تقيس الامور. فهذه النقاط ال6 لو تطبق، بس لو تطبق. انتم شنو رايكم لو تطبق؟